بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في حلقه جديده. الحلقه دي هتهم كل من هو ناوي يقدم على شقق اللي نازله لسكان قانون الايجار القديم اللي هو السكن البديل. ده اسمه سكن بديل، يعني انت هتاخد مكان الشقه اللي انت قاعد فيها، وده للناس اللي ما عندهاش سكن بديل. اخر حاجه اتقالت عشان برضه الناس تبقى عامله حسابها وتجهز نفسها من دلوقتي. فانا قلت لكم الموضوع ده انا متابعه من قريب قوي ومركز عليه قوي عشان عارف ان هو مهم وهيهم قاعده كبيره من المجتمع المصري. احنا بنتكلم في عدد مش قليل قاعدين في القانون القديم، والمفروض ان هم هيبداوا يستعدوا ان هم يبداوا ياخدوا شقق ثانيه بديله يعني. فاللي عايز واللي ناوي يقدم يسمع الحلقه ديت عشان برضه يبقى انت عندك المعلومه اللي اتقالت على لسان المسؤولين من ضمن الاوراق المطلوبه في الحاجه ديت عشان تجهزها من دلوقتي وتبقى عامل حسابك وتدور عليها. لو انت مش لاقيها، ما يثبت العلاقه الايجاريه. لازم يكون معاك اي حاجه تثبت العلاقه الايجاريه مع المالك، لان انت قانون قديم اللي هو ما قبل 96 يا جماعه، ما قبل 96. يعني اي حد معاه عقد محدد المده 59 سنه ده مش قانون قديم اللي هو بعد 96. احنا بنتكلم على الناس اللي هي مشاهره قبل 96. انا بتكلم على الناس دي عشان بس الناس ما يخطرش على الامر ويفتكروا ان هي مفتوحه للناس كلها. دي نازله للناس اللي قاعده في قانون قديم عقودهم قبل سنه 96 مشاهره. ده اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي، اللي هو نزل التعديلات اللي نزلت، اللي هو المفروض ان يبقى فيه اخلاء بعد 7 سنين. اي حاجه بقى هتحصل غير ال7 سنين دي الله اعلم، ادينا هنشوف ايه اللي ممكن يجد. بس ده قانون واتطبق وتم التصديق عليه، فعشان بس ما نقعدش نتكلم في الحته دي كتير. احنا بنتكلم في المفيد اللي هو ايه؟ الشقه نازله، اي حاجه تثبت العلاقه الايجاريه مع حضرتك، مع دخل حضرتك. هتجيب ما يفيد دخل حضرتك سواء بقى معاش او وظيفه، ايا كان انت طريقه دخلك ايه او وظيفتك ايه، مع طبعا المرافق اللي متواجده. واعمل حسابك، ناس كتير بتتكلم على موضوع الاقرار، ان في اقرار هيتم او تنازل هيتم عمله قبل استلام الوحده. الكلام ده مش مظبوط يا جماعه. التنازل ده هيتم تنفيذه وانت بتستلم الوحده من الدوله، لكن انت هتمضي على اقرار. في حاله لو انت استلمت الوحده هتتنازل عن الوحده اللي قاعد فيها. ما استلمتش خلاص، ما انت ممكن ما تاخدش، يكون عندك حاجه بره وانت مش قايل مثلا. بس المفروض ان كل من هو ما عندوش هياخد، كل اللي هو ما عندوش سكن بديل وقدم هياخد شقه، ده مفروغ منه. بس تكون مجهز الحاجات دي من ضمنها ان في اقرار سيادتك هتمضي عليه، تقول ان يعني ما يفيد فيه الاقرار دي، يعني بيفيد بايه؟ ان سيادتك هتمضي او هتتنازل عن الوحده رسميا في الشهر العقاري وانت بتستلم الوحده البديله، مش دلوقتي، مش وانت بتقدم. على فكره عشان الناس بس ايه بتقول انا هتنازل قبل ما استلم، لا، انت هتمضي بس الاول. انت لو استلمت زي كده اقرار يعني او تعهد منك، انت لو استلمت من الدوله يبقى انت ملزم تتنازل، ما استلمتش يبقى انت مش ملزم تتنازل، وهتكمل مدتك لحد ما تشوف انت هتعمل ايه في الخطوه الجايه. بس انا نصيحتي اي حد قاعد في قانون قديم وما عندوش سكن بديل يقدم، دي نصيحتي، يقدم على الموضوع ده طالما ما عندكش سكن بديل. والموضوع مش هيبقى زي ما انتم شايفين فاكرين الاسعار والارقام والمقدمات اللي بتتقال في شقق الاسكان الاجتماعي، لا، الموضوع هيبقى مختلف تماما، ومحدش هيدفع الارقام اللي بنسمعها اللي هي ال 30 وال 50 بتاعه الاسكان الاجتماعي اللي هو العادي بتاعنا. والشروط هتبقى مختلفه خالص، والوضع هيبقى يعني اللي هو ايه، اكنهم هم مقيفين الموضوع عليكم. يعني هينزلوا شروط ونظام متخصص او متعلق بيكم انتوا بس، مش بكل الشعب او بكل المواطنين. بقيه المواطنين ليهم وضع تاني، لكن القانون القديم هينزل لهم تعليمات معينه. انا قلت لكم الاوراق المطلوبه دي عشان دي اللي هتنزل اساسي، اللي هي ما يثبت العلاقه الايجاريه، ما يثبت دخل حضرتك، المرافق بتاعت حضرتك لو باسمك دي مش هتبقى ميزه مش عيب. خلي بالك، لو المرافق بتاعت الشقه باسمك دي ميزه مش عيب، يعني مش هتعمل لك ازمه، عشان بس الناس ما تفهمش الموضوع بالعكس. وموضوع الاقرار، انت هتمضي على اقرار بس مش اقرار بالتنازل، بالتعهد. لو انت خدت شقه تبع الدوله تتنازل عن الوحده انت قاعد فيها. فانا حبيت اقول لكم المعلومه دي عشان تبقى عندكم خلفيه، والناس تبدا تستعد عشان اول 10 هيبداوا يتلقوا طلبات الناس، سواء عن طريق المنصه اللي هيتم انشائها وان شاء الله فتحها اول 10، او عن طريق البريد عشان الناس اللي مش هتعرف تتعامل مع المنصات والمواقع بتاعه الحكومه يعني. فبالتوفيق ان شاء الله للجميع. معلومه حبيت اقولها للناس عشان تبقى برضه عندها خلفيه، وان شاء الله اي معلومه جديده متعلقه بالقصه دي هتلاقيني بطلع اقولها لكم اول باول، عشان خاطر اللي محتاج يبقى متابع معايا ان شاء الله، سواء على التيك توك او الفيس او اليوتيوب، ورقمي على الواتساب بتاعي بالنسبه للموضوع ده ان شاء الله. مع اول 10 اللي محتاج يتعامل مع الموضوع او عايز اي حاجه يتواصل معايا على الواتساب، وان شاء الله نبقى معاكم وربنا يكرم الجميع ونعدي الموضوع بتاع الايجار القديم ده على خير من غير اي مشاكل.
تحياتي ليكم، يا رب الفيديو يكون عجبكم. شير لو عجبك، ولو ما عجبكش ما تشيروش. اشوفكم على خير ان شاء الله.